تعالوا نعمل مع بعض اسهل واطعم كبده هتعمليها. انا معايا نص كيلو من الكبد الفراخ، ما فيهاش قوانص، كبده صافي. معايا فص توم حوالي نص معلقه كده. معايا فلفل اسمر، ملح، بصل، فلفل. مش عايزه اي حاجه تاني، كل اللي انا محتاجاه هنزل التوم على الكبده ونص كده ليمونه، فلفل اسمر. وتعالي بقى على الطاسه اقولك هنعمل ايه. معايا طاسه يا دوبك فيها معلقتين سمنه او زيت، الماده الدهنيه اللي انت حباها. ننزل بالكبده، تفضلي تقلبي فيها كده لحد ما لونها يغير. ريحتها تحفه. الثوم اللي احنا حاطينه مع نص الليمونه مع فلفل الاسمر مديها ريحه جميله جدا. بس اهم حاجه اغسلي الكبده بتاعتك كويس وصفيها، ما تحطيلهاش اي حاجه. واول ما الكبده تاخد معاكي اللون ده نرفعها على طول في طبق. ده شكلها اللي احنا عايزينه. تعالوا بقى نرجع معانا على الطاسه. انا ما غسلتش الطاسه ولا اي حاجه، حطيت فيها معلقتين من السمنه، معايا بصلتين كبار من البصل الجوليان، معايا معلقه من الملح. تفضلي بقى تقلبي فيه لحد ما البصل يدبل، وهقولك هنعمل فيه ايه كمان. واول ما البصل ياخد معاكي اللون ده هنزل بالفلفل. معايا فلفل الوان وفلفل اخضر. هتقلبي بس كده تقلبتين، تنزلي بالكبده بتاعتك. ننزلي بقى بالكبده بتاعتك. احنا بهاراتنا عباره عن فلفل اسمر وملح وبس، ما بحطلهاش اي حاجه تاني. هنزل فلفل اسمر. بصي بقى نزلت معلقتين كبار من دبس الرمان. وعايزاكي بقى تدوقي الكبده دي. هي الملح بتاعك بس بقى تاكلي احلى واطعم كبده عملتي. وطي عليها النار واديها بقى شويه. هي دي شكل الكبده. فاحنا خلاص خلصناها. لو انت حابه تعصري عليها نص ليمونه تبقى معاكي جميله جدا، بس انا هستكفى بالنص اللي انا حطيته في الاول. يلا بقى نقدمها مع بعض. وهي دي شكل الكبده بتاعتنا، بامانه سهله وبسيطه وطريقه جميله قوي. يا رب تجربيها وتعجبك.